السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ قبل أي حاجة حابة إن أنا أهنّي روحي ب350 أخ وأخت دخلوا قناتي وشرّفوني ونوّروني وعلى راسي من فوق، يا رب كده أكبر بيكم دايمًا إن شاء الله وأكون عند حُسن ظنكم بإذن الله تعالى. تاني حاجة حابة أشكر أي حد حَس بغيابي ودخل لي كتب لي comment حلو طمنيني عليكِ، يا رب تكوني بخير. أو دخل لي على الخاص واتطمن عليَّ فعلًا في الفترة اللي فاتت، يا رب دايمًا كده منورين حياتي. طبعًا قبل ما نبدأ الكلام خالص هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. النهارده أو اليومين دول كان عيد ميلاد بنتي، فطبعًا ما ينفعش خالص إن إحنا نتغاضى عن أي أحداث حاصلة في الدنيا، ونعمل أعياد ميلاد ونحتفل. فأنا قررت إن إحنا اللي هيتصرف في عيد الميلاد قدّرناه وعملنا بيه وجبات للخير. عملت إيه النهارده، عملت كفتة من الرز بالفراخ اقتصادية جدًا وحلوة، وعملتها أكياس ووزّعت على كل بيت أعرفه غلبان كده كيس يطبخ ويحمّره يحطه في بطاطس، يعني هو حُر براحته خالص كما اللي هو عايزه. طبعًا ما ننساش إن إحنا عملت تورتاية حلوة وكويسة لولادي فرّحتهم بيها. طيب هاقول المقادير بتاعة الكفتة سريعًا، سريعًا علشان خاطر الفيديو قصير معايا. كل كيلو من الفراخ المخلية كل كيلو ليه كيلو إلا ربع من الرز، وحزمة من الشبت والكزبرة والبقدونس، وطبعًا ما ننساش الكزبرة الحب والبهارات بتاعتنا والكمون والملح والفلفل. وإذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس، ويا رب أكبر بيكم والسلام عليكم ورحمة الله.